السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة خامس يوم رمضان. حبيت أبدأ معاكم الفيديو من النهاية. عملنا النهاردة فطارنا الجميل، كان عبارة عن طاجن بطاطس باللحمة المفرومة وسلطة ورز أبيض، بس فقط لا غير. كان فطار خفيف ولذيذ. هنشوف مع بعض عملنا البطاطس بطريقة حلوة أوي أوي، بسيطة وسهلة، وربنا يجعله رمضان مبارك علينا جميعا يا حبايب قلبي، ويحسن ما بين ايدينا جميعا. صلي على الحبيب. نبدأ نشوف مع بعض عملنا الفطار الجميل ده ازاي. يلا الأول هجيب بطاطس، طبعا بتجيبيها كلها مقاسات واحدة، لو مقاسات مختلفة برضو مفيش مشاكل. أنا بوريكي واحدة فتحتها، كنت أنا عملتها زي قوارب كده، والتانية دي قسمتها من النص ورحت مقوراها. بوريكي لو انتي ما عندكيش مقوار ممكن تعمليها بالمعلقة. بصوا يعني قسمتها بالسكينة اهو، وابدأ بقى ايه، اعمل لها القاعدة بتاعتها من تحت. بصوا سهلة أوي، طريقتها سهلة أوي، حلوة وبتبقى جميلة وتغيير شوية يا حبايب قلبي. هبدأ بقى اجيب المعلقة وافضل ايه اقور في القلب بتاعها. لو انت عايزاها رقيقه قوي بس خليها محمله شويه، عشان لما تشيلها تحطيها في الطبق ما تفتحش منك. عارفين البطاطس خفيفه مش هتستحمل، لان احنا هنسويها على مرحلتين. مرحله هنقليها يا دوبك هنشوحها بس تشويحه في الزيت بسيطه كده، ونطلعها ونبدا نحشيها اللحمه المفرومه ونبدا ندخلها الفرن. فانت عشان ما تتهريش منك قوي تيجي تطلعيها ما تعرفيش تحطيها في الطبق، عشان تبقى متماسكه. برضو التقوير بتاع القلب ده اللي هيطلع ده برضو ايه مش هنستغنى عنه. هتمسكيه تغسليه، ممكن تحمريه تحطيه تجرنشي بيه الطبق، وممكن تمسكيه تحطيه في القعر بتاع الطاجن او الصينيه تحت البطاطس، بيبقى تحفه. تحطي شويه مفروم معاه مع شويه من الصوص الاحمر اللي هنعمله مع بعض ده. بصوا هيتاكل اكتر من البطاطس اللي من فوق. بجد كل الصوص والبهاريز كلها بتنزل عليه بتبقى تحفه، بالذات لما تكوني ظابطه العصاك بتاعك صح. ظبطتي العصاك صح اللقمه هتطلع عسل. انا هعمل بقى الكميه كلها، وهبدا بقى نشوف مع بعض هنعمل ايه. بصوا انا بوريكم اهو بسيبها ايه فيها محمله، والقلب بتاعها اهو برده مش هنستغنى عنه، وما بيتحمر برده بيبقى جميل. هنا جبنا معانا طاسه نحط فيها الزيت. اول ما الزيت يسخن انا بقى هنا هرش على البطاطس، وهي قبل ما احطها خالص انا غسلتها طبعا. معايا ملح فلفل اسمر، ومعايا 7 بهارات. تمام، هقلبهم على بعض وارشهم ايه على وشها، بحيث البطاطسية تبقى متطعمه ومتملحه معايا وطعمها حلو. دي كده لسه في البدايه، لسه ما حمرتهاش. هبدأ بقى أحمر الكمية بتاعتها. أول ما الزيت يسخن معايا ببدأ أحط واحدة واحدة. يا دوبك أنا مش هحمرها بقى لدرجة السوا، أنا هشوحها بس كده من اليمادي ومن اليمادي بس. مش هسويها قوي، لو انتي سويتيها قوي هتيجي تسويها تاني في الفرن هتتهري منك مش هتعرفي تطلعيها. واصل لكم الفكرة؟ ومعايا هنا حلة تانية اهي. هبدأ بقى أحط المادة الدهنية وأحط البصل ده. هنا هنعمل العصاج. أنا بقى هنا العصاج عايزاه ايه جوسي كده شوية، مش عايزاه ناشف زي بتاع الصواني. العصاج أنواع، في نوع بنعمله حشوات، وفي نوع بنعمله بتاع الصواني بيبقى وسط شويه، بيبقى ايه يعني مش عارفه اوصلها لك ازاي. بتاع الحشوات بنخليه ناشف خالص، ممكن نصفيه كمان. يعني انا ما بحشي بيه حاجه بصفيه، ما بخليش فيه زيت او سمن او اي سوائل او اي حاجه، او احط له معلقه دي او نشا في قلبيه يربط معاه ما يبقاش فيه سوائل خالص. بتاع الصواني بحب اسيبه ايه نص نص كده، في صوص كده جميل برضو يكمل سوا معايا لو مكرونه بشاميل او جلاش او حاجه. انما بتاع النهارده بامر الله اللي هنعمله للبطاطس انا عايزاه جوسي، عايزاه فيه صوص كده عشان يكمل سوى البطاطس معايا ويتطعم البطاطسيه معايا. انت مش لقمه بتاكليها وبس، لا، انت لقمه بتاكليها وبتستطعميها. اتقني الحاجه صح تطلع معاكي صح، ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا. والله سبحانك يا رب. اللقمه في رمضان غير، صح ولا لا؟ والله العظيم اللقمه في رمضان وكلها بركه. يعني بص انا عامله كميه بسيطه والله وفات كتير. حتى الرز يعني مش الكميه اللي احنا بنعملها كل يوم، لا انت مقلله الكميه وبرده والله بيفيد كمان، والله بركه ربنا والله. رمضان ده كله خير وبركه، ربنا يحط البركه بين ايديكم ويحط البركه في بيوتكم جميعا. هنا انا بقلب اللحمه المفرومه اهو، وابدا بقى احط التوابل بتاعتي. طبعا بقى تحطي كبابه صيني مطحونه، حطي ورق لورا مطحون، حبهان مطحون، 7 بهارات، بهارات لحمه، شويه فلفل اسمر، شويه ملح، تطعم لك العصاج بتاعك تحفه.
حابه تبشري بالجزريه تحطيها، قرن فلفل حراق حطي، بس انا ما حطيتش فلفل بصراحه، حبيت يكون العصاج مختلف عن العصاج اللي بعمله للصواني. انت معايا؟ جودي ونوعي، خلي ولادك هما بياكلوا ايه ده، الطعم النهارده جديد، الطعم مختلف، مش نفس الاكل. اصل الاكل ملوش كتالوج يا جماعه، مش تتأيدي ان الطبيخ بنحمر البصله وبنحط الطماطم، لا، مره اضربي البصله في قلب الخلاط، مره حطي الطماطم الاول بعدين حطي ايه المشكله؟ مش هيحصل حاجه، مش هتشتكينا، بس انت تحسي بالتغيير. هنا حطيت شويه صوص طماطم، كنت ضرباهم في الخلاط، خدت شويه وهسيبها بقى مع بعضها تاخد وتدي بشكل ودي مع نفسها بقى، على ما انا اكمل بقيه الحاجه تكون هي خلاص تمام. هبدا بقى اور بقيه الكميه بتاعت البطاطس، وبرده اول ما اخلص الطاسه دي احط برده طاسه تانية. انا عملت بصوا اللي هو على قد ما احنا هناكل، ما بحاولش اكتر الكميات بالذات في الصيام. لو انت عارفه حد هيجيلك ولا حاجه زودي، هو رمضان يعني بصي حبايبه كتير، والواحد بيفرح باي حد يخش عليه والله. ربنا يكتر حبايبنا يا رب، ربنا يكترهم ويرحم اللي كانوا معانا رمضان اللي فات، يرحمهم برحمته الواسعه ويصبر اهاليهم على فراقهم يا رب، ويبارك في كل اللي موجود يا حبايب قلبي. ربنا ما يحرمكم من لمتكم الحلوه. حط التوابل بتاعتي اللي قلت لكم عليها واقلبها، خلي الملح اخر حاجه خالص. على ما انا اخلص التقوير بتاع البطاطس والتحمير بتاع الحاجه هكون تمام خلاص خلصت. اعمل بقى الدمعه بتاعتي، برضو سهله وخفيفه كده، برضو نحط فيها شويه تكات كده، هيبقى تستاهل عالي قوي. بألف هنا وشفا. هنا زي ما انتم شايفين العصاك شغال معايا اهو. هبدا بقى احط حته توم حلوه، حطيت الماده الدهنيه الاول واحط حته تومه، ومعايا طماطم مضروبه ومتصفيه. احط بقى التوابل في قلب التومه وهي بتتحمر، حطي بقى كزبره، حطي كمون، حطي فلفل اسمر، البهارات بتاعتنا البلدي الحلوه دي، تلفي وما تستغنيش عن البهارات بتاعتنا البلدي، ما يعلاش عليها. طول عمرنا ما نعرفش الا هي، ما كناش نعرف التوم باودر والبصل باودر والبابريكا. ايام اهالينا الله يرحمه ما كانش في الكلام ده، واللقمه كانت عسل والطبيخ ورد من تحت ايديهم. هنا بحط الطماطم اهو صفياها. في يعني صوص احمر ينفع فيه الطماطم تتصفى، وفي نوع لا، وفي اساسي لازم تبقى متصفيه الطماطم. هي عامة حلوة لما بتصفي الطماطم، التفل بتاع الطماطم ده الهضم بتاعه صعب، لو انت حد عنده قولون تعبان او معدته وبالذات في الصيام، فبتبقى المعدة مش مستحملة، عايزة حاجات خفيفة. فانت احرصي على قد ما تقدري تخلي اللقمة بتاعتك خفيفة، ما تسبكيش قوي. هنا تمام خلاص العصاك خلص معايا. هنا التقوير بوريكم اهو، وكان عندي كوسيتين والله بالعدد وفلفلتين، قلت اما احشيهم يدوا طعم وريحة وحلو، انا بحبهم، بحب اكلهم في الصينية دي قوي. كانوا بصوا روعة روعة. باخد شوية من الحشو بتاع مكان التقوير بتاع البطاطس زي ما قلت لكم كده بقى، بصي كان تحفة، كانوا زي العسل، تاكليهم مع شوية الرز كده وحتة مخلل، مزاج. بألف هنا وشفا. ناخد شوية من الصوص الأحمر وقلبي بقى كل ده، وشوية من العصاج اهو. بصوا حاجة كده، بصوا شغل فاخر من الآخر والله العظيم. كانت الريحة في البيت، ولادي جايين من بره، كل اللي يطلع يقول لي هو انت عاملة فطار ايه، الريحة قلبة الدنيا بجد، كانت حلوة قوي. بوريكي بقى انا هنا ايه، هنبدأ نحشيها سهلة جدا، بس هي ليها شوية تكات كده بنعملها زي ما قلت لك. بصوا هبدأ بقى احط العصاج بتاعي في قلبيها. في ناس بتحب تضيف رز، بس يعني انا طول عمري بعملها كده بصراحة، عايزة بجربها مرة اهو. ما شاء الله مش هتاخد وقت معاكي. عندك طماطمية عايزة تحشيها حطيها برضو، ايه المشكلة؟ مش هتقول لا. زي ما قلت لك الاكل ملوش كتالوج، انت جاي على بالك حاجة وحاجة بتليق على حاجة اعمليها، الطعم هياخد من بعضه ويبقى ريحة وطعم جميل. هحشي بقى الكمية كلها كاملة، ونشوف هنعمل بقى ايه تاني في اكلتنا الجميلة النهاردة. فطار خفيف ولذيذ وحلو، خفيف على من كل حاجة. ايه بتاخدش لحمة كتير على فكرة، يعني ممكن ربع كيلو يملى لك صينية زي دي وازيد كمان. يعني انت حرصي دايما في الصيام اعملي اللقمة
تعرفي ان هم هياكلوها الحاجه اللي هم بيحبوها. عشان حرام يا جماعه، حرام ان انت تعملي حاجه وما تتاكلش في الوقت اللي احنا فيه ده. فاض من عندك حاجه، اعملي طبق فل كده جميل، وحطي الحاجه بطريقه بس ما تكونش متاكل منها، حاجه تكون حلوه. يعني انت تعملي حاجه لله، اعملي احسن وافخم حاجه، احسن ما انت بتاكلي. احلى طبق كده عندك فل نضيف حلو كده، حطي الحاجه بطريقه شيك وحلوه، وانت نازله رايحه التراويح. عارفه في طفل صغير، عارفه ظروف اهله مش قادر، خدي يا حبيب قلبي بتعمل اكله حلوه النهارده. بنت صغيره ولا حاجه، حد عارفاه عامل نظافه، حد فاتح محل من حواليكوا، اتفضل يا ابني النهارده انا كنت عامله لقمه حلوه، خد. زي ما عملت لاولادي عملت حسابك انت كمان معايا. ايه المشكله؟ والله العظيم ربنا يحط البركه في بيتكم والله. والله لو كلنا جبرنا خاطر بعض ربنا هيكبر خاطرنا. لو كلنا سندنا بعض ربنا هيقف معانا ويسندنا ويحط البركه في بيوتنا. ما بتنقص والله، بتزيد والله بتزيد. واحنا اللي عايزينهم مش هم اللي عايزيننا، صدقوني. والله العظيم احنا اللي عايزين الناس دي. والله احنا اللي محتاجينهم مش هم اللي محتاجين. خير ربنا كتير وبيوتنا مليانه وعمرانه بالخير. نقف جنب بعض ونسند بعض. انا عجبني بوست واحد بيقول لك يعني انت بتطلع على الطريق تفرق العصير والبلح والفطار، وجارك جعان حقيقي. دوروا دوروا، في ناس متعففه كتير، في ناس ما بتشتكيش، في ناس ما بتتكلمش، هم اولى. على قد ما تقدروا اسندوا بعض في الفترة الصعبة اللي احنا فيها دي. ربنا يستركم ويعينكم ويقويكم. بجد انا فرحانة البلد اللي انا فيها، ربنا يجازيهم ويكافئهم خير يا رب. السنة دي الخير كتير وجميل، كل سنة بيعملوا والله. بس السنة دي مزودين، ربنا يطعمهم من ثمار الجنة ويبارك لهم ويخلي ويستر كل اللي ستر بيت. يستر ربنا ويجعل رزق الدنيا في بيته. هنا خلصت الكمية وما شاء الله تبارك الرحمن. هبدأ بقى احط الصوص الاحمر على وشها، ومولعه الفرن بقى سخن، ادخلها الفرن. بس كده تمام. واعمل شويه رز بقى جمال. بس خلصنا فطارنا. كان عندنا شوربه من امبارح، وكان عندنا كفته بشيشاو. بواقي اكل برضو كانت موجوده، سخناها وحطيناها وحمدنا ربنا عليه. فضل ونعمه من رب العالمين. ربنا يديمها نعمه. والله لو حته جبنه بلقمه حلوه رضا. بصوا ما شاء الله الله اكبر. بصوا تحفه، كانت ريحتها وطعمها تحفه. كانت جميله بجد. وبعدين ايه، خلي بالك البطاطس دي تاكل سخنه. هنا ما شاء الله لما خلصت اهو، كانت حلوة بجد بجد. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم. فطار خفيف ولذيذ وعلى قد الجيب وعلى قد ايدينا، وحاجة حلوة وسهلة وبسيطة، ما خدتش وقت معايا والله. جربوها واتمنى تعجبكم يا حبايبي. بألف هنا وشفا يا رب. وربنا يصلح ما بين ايديكم ويحسن ما بين ايديكم، ويجعل الخير والهنا في بيوتكم. مع ألف سلامة.